اخواتي وحبايبي وحشوني كتير كتير كتير. تعالوا يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول. وتعالوا اقول لكم انا شفت فكره صلصه مكرونه، هي عجبتني الفكره، جرب معاكم. تمام. انا حطيت الطاسه على النار وفيها شويه زيت وقطعت البصل بالمنظر ده. ماشي، انا عملت بصلتين اتنين. ماشي، ممكن تقطعي البصل بالطريقه اللي تعجبك، بس انا قطعته كده. فالمهم يعني ليكي ايه حريه التقطيع يعني. انا قطعته بالمنظر دوت بدل ما اقطع جوانح يعني. هقلبه بقى في الزيت ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بصل بالمنظر ده كده، وقلب قلب 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 كده. ويا ريت كل اللي بيتفرج عليا ما ينساش اللايك والشير، اللايك 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 والكومنت الجميل منكم يا عسليه انت وهي. تمام. بصوا كده البصله خلاص ابتدت تاخد لون، فايدك بقى فيها على طول، متسيبهاش تتحرك بقى بالمنظر ده كده. ماشي، هصفي بقى البصل من الزيت وهخلي الزيت نفسه عشان ايه هنشتغل فيه. بصوا كده الزيت اهوت، وادي البصل بعد ايه ما صفيته، شايفينه. هنركن بقى البصل على جنب. تعالوا نشوف هنعمل ايه هنا. هننزل هنا بحوالي معلقتين من السكر بالمنظر ده، معلقتين كبار مش صغيرين. وبرده بيرجع لحسب كميه الصلصه اللي انت هتعمليها او المكرونه اللي انت هتعمليها. واديله بقى تقليبه كده عشان ايه يتكرمل في قلب الزيت. بصوا السكر ايه كرمل ازاي. انا هسيبه بس ثواني كمان ونكمل وصفتنا. بصوا اهو خلاص كده. هي المفروض في المرحله دي لو عندك صلصه حطي صلصه وبعد كده عصير الطماطم بعد ما تغلي. انا هختصر الخطوتين دول في ان انا هحط الطماطم اللي هي ايه اللي انا كنت عاملاها معاكم، بس انا هفصل بس واحطها عشان هيحصل بقى طرطشه والكلام ده كله. مش عايزه اقول لكم بقى كم الطرطشه. بصوا على الازاز الطرطشه اللي حصلت وعلى البوتاجاز نفسه. فانا عشان كده ايه قفلت وبعدت التليفون بايديا برضه عشان ما تتلسوعش. وتعالوا بقى هنبهر مع بعض. ملح، كمون، فلفل اسود، بس كده. وهسيبها بقى تتسبك مع بعضها. وطبعا المره دي مش هقول لكم حطوا معلقه السكر عشان الحموضه، عشان احنا حاطينها اوريدي السكر. هسيبها تتسبك واسلق المكرونه. اي نوع مكرونه عندك بقى اسلقيه النوع اللي تحبيه. بصوا كده خلاص اهي الصلصه اتسبكت. البصل اهو، طبعا هي في الوصفه كانوا عاملين بصل جوانح وبعدين ايه كسروه، فانا عشان كده خرجته من الاول بالطريقه دي. وقلبي بقى في قلب الصلصه وخليها تاخد غلوتين في قلبها، تاخد غلوتين وكنا بعرف تعمل المكرونه بقى ونشوف ايه نتيجه الصلصه دي ايه. قرب على الريق. بصوا كده خلاص الصلصه خلصت. شكرا، ندفع عليها بقى طبق المكرونه انا غرفته اهو. تعالوا بقى ايه هنجرب وندوق. بصوا الطبق سخن قوي. تعالوا بقى ايه استنوا بس، حطيت طبق على طبق وندوق بقى. بسم الله. بصوا بجد والله طلعت حلوه قوي، تحفه جدا. جربوها وعلى ضمانتي. ولايك وشير، واللي اول مره يشوفنا يدخل يشترك في القناه ويفعل زر الكل. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.